لا مؤاخذة يا باشا، افتكرتك عيل ابن عبيط. ايه؟ افتكرتك عبيط عيل بتقول ايه؟ صاحبك ماله حسن؟ معلش يا بيه، عنده قرحة في المعدة. مش في المعدة. الدستور بيدي الحق لكل مواطن انه يقلع. يعني تخبط لي العربية اروح للميكانيكي امتى؟ يا جماعة هو في ضرب كده؟ ده احنا ولا ما نكون في العراق. بص، هو احنا من 10 سنين مثلا مكانش عندنا حاجة نفرح بيها، حاجة احنا اللي عملناها، حاجة نضيفها للتاريخ اللي احنا بنيناه، سواء التاريخ المصري القديم أو التاريخ الحديث بالنهضة والحرب. بس الحرب كانت سنة 73، يعني بحسبة بسيطة في 2011 كان مر عليها 39 سنة، واحنا في 2011 عملنا حاجة ضفناها للتاريخ ده، بقت هي النصر بتاعنا، النصر اللي فرحنا، نصر مش جدي اللي حققه، لأ ده أنا اللي حققت، ألا وهي ثورة 25 يناير اللي فعلا خرجت أطهر ما فينا، إننا ممكن نعمل حاجة حلوة، حاجة قوية نثبت بيها إننا لسه فينا كتير وعندنا كتير نقدمه للعالم. طب ايه علاقة السينما بالموضوع ده؟ هو في حاجة بتتقال على السينما إنها دايما بتنبأ بالأحداث اللي هتحصل في البلد اللي هي فيها، ده لأنها معروفة إنها مرآة الشعوب. طب هي فعلا السينما عندنا اتنبأت بالثورة؟ أنا عارف إنك هتقولي وشوف هي فوضى أو عسل أسود. هو كلامك صحيح، الأفلام دي فعلا فيها تنبؤ بالثورة، بس أنا عندي فيلم تاني عاوز أضيفه معاك في القايمة دي، ألا وهو فيلم أبو علي. وأنا عندي ليكم في الفيلم ده كلمتين، تسمحولي بكلمتين يمكن يكونوا آخر كلمتين. بس في الأول، أنا عبد الرحمن ودي بحب السيما. كل عين تعشق حلوة وانت حلوة في كل عين يا حبيبتي، قلبي عاشق واسمحي لي بكلمتين، كلمتين يا مصر يمكن هم آخر كلمتين. في الأوبننج بتاع أي فيلم بيكون تقديمة الشخصية، بس المرة دي تقديمة الشخصية كانت بدري شوية، كان بالظبط يوم 20 فبراير سنة 2002. ده عيد ميلادك؟ لا أنا أكبر شوية من كده. اللي حصل في التاريخ ده إن في حريقة قامت في قطر متوجه للصعيد، وبالتحديد بعد ما خرج من مدينة العياط، وحصل بسبب الحريقة دي 361 حالة وفاة، من ضمنهم عدد من العمال اللي كانوا شغالين في القطر بالظبط، اللي هو أبو حسن واحد منهم. الله يرحمك يابا، تعال اشوف بنتك. ودي يمكن كانت التغيير الأولى في قصة تحول حسن لأبو علي. يا اخويا خلينا نحسك في الدنيا، مش شايلينك همنا بس ان شاء الله. والاسم ده كان أكتر من كونه دلع، وهقول لك ليه. بص، حادثة القطر دي كانت من ضمن سلسلة أحداث حصلت في بداية الألفية قادتنا للحظة المفروضة ثورتنا المجيدة. يمكن القطر ما بيتذكرش كتير على إنه كان من الأحداث اللي أدت للثورة، أو مش عايش لسه في الذاكرة كتير، بس هو فعلا حدث مهم، ويمكن إنه كان من أوائل الأحداث دي خلاه مجهول شوية، عامل زي ذكر في الأحداث، بس تجهيله ما يقللش من أهميته اللي كانت لو ما حصلتش كانت غيرت في الأحداث. يعني قصة أبو حسن ما بتتذكرش إنها سبب في اللي حصل، هي عبارة عن صورة على الحيطة. اللي انت فيه ايه؟ بس هي أكبر من كده كمان، لأنها لو موجودة كانت عافت حسن من عملية السرقة أصلا. ودي لو ركزت هنا، لما الدنيا اتربعت على حسن راح للمتبقي من أبوه، التعويض اللي المفروض ياخده بسبب وفاته. استحالة هتلاقي حد يسلفك مبلغ كبير زي ده، ولا حتى بضمان التعويض اللي هناخده. حسن ما كانش هيبقى شاب لسه صغير محتاج يهرب عربيات أو يشتغل شغلانتين ويلف في دوائر مع شغل التاني كمان. وانت لحقت ترتاح؟ مفيش، ما انا هعدي على امين وبعد كده هطلع الشغل. وماله يا ابني، ربنا يعينك، تعبينك معانا. كان هيبقى ابن ناس زي ما احنا شفناه في أول الفيلم، في الدخلة بتاعته بالعربية المفتوحة والبدلة والساعة رولكس، وإنه عارف كمان ضباط وبيسأل عليهم وبيرنوا لبعض. اما الاشرف بيه شاكر فين؟ ده لسه ماشي من يجي ساعة. على الموبايل بتاعه لقيته مقفول. هو حضرتك صاحبه؟ صاحبه اشرف ده من اقرب الضباط لقلبي. والله شكلك حلو في البدله يا حسن، اللي يشوفك ولا يعرفكش يفتكرك انك انت ابن ناس بجد. بس بعد وقت بسيط جدا بيغير كل ده، ويبقى اللي يشوفه ويعرفه ويفتكره ابن كلب. انت برضو اللي يشوفك ويعرفك كويس يفتكرك ابن كلب. حادثة القطر دي أو وفاة أبوه هي الحاجة اللي خلته يتحول من حسن اللي بيلاغي بنت الجيران، حسن اللي لسه طالب في كلية الحقوق وفاضل له سنة ويتخرج. ما بتحنش لايامنا؟ بحن للسبت والثلاث بقيت الاسبوع. انا دارس قانون يا باشا. يا دي سنتين حقوق اللي انت عرفني بيهم. ده أبو علي رب الأسرة اللي مش لاقي وقت يرتاح فيه، ده في طريقه للبيت باشا
العم الباشا يعرفنا يا عم. ولا حتى في البيت، قناة الجزيرة وصلت. ولا حتى هو في الميكروباص. يا رب خد الدنيا اللي جنبي ورايح حاسب يا سيدي. بقى الشخص اللي بيفاصل في الأجرة عشان يوفر لأهله. لو حد قال لك توديه القلعة وتاخد 4 جنيه و60 قرش تقول له ايه؟ وهو ما طلعش لوحده اللي بيعمل كده، لا ده في منه كتير. حسن على الأقل كان كبير وقت ما حصلت الكارثة اللي غيرت حياته، بس بعد كده هتلاقيها بتصعب على الناس اللي أقل شوية. علي أخوه مثلا اللي بقى راجل البيت وهو لسه يا دوب متعلم يشرب سجاير، يبص على بقى الكليبات. اخوك وشلة العيال الفسدانة دي بيشربوا سجاير. امال لو شفت الكلاب اللي قبلها هتعمل ايه؟ ولا الاغاني الاجنبي اللي مليانه موزع؟ وبما إن لما أبو حسن مات مين اللي شال المسؤولية؟ حسن. فلما أبو علي يروح مين اللي يشيل الدور؟ علي. علشان بقى راجل البيت ومينفعش يبقى صغير تاني. ايوه انت بقيت راجل البيت يا علي، يعني ما ينفعش تبقى صغير تاني. وبكره هيكون حماسها زي سعيد ونوسها زي فيم الشعر ليلي والجبين شق النهار والعيون بحرين أماني والخدود عسل ونار. وما أكيد طبيعي علي هيكون زي حسن، هيتحط في نفس الظروف، والشخص اللي المفروض يعلمه واللي مسؤول عنه هو واحد مديوكر بيقبل حقه أكل ويخليك تعمل اللي في دماغه حسب وضعك المالي. هو مش فاهمك ومش هيقدر يفهمك، وأصلا أقل من مستوى إنه يتحكم فيك. أنت مالكش سلطة عنده غير إنك توافق. صينية بطاطس دي من غير لحمة هتلعب باكل. كسلوه يا كابتن. ايه كسلو ده؟ فول وقوطة وخيار. صدق بالله انت بقى هتفارق دكة الاحتياطي طول ما انا بضرب. حاجة كده عاملة زي الوسطى رزق في الحريف، متحكم في رزق لعيبة الكورة وهو أعرض. أهو هنا أمين متحكم في مستقبل العيال ويقول لهم مين يلعب ومين ما يلعبش، وهو مش قادر ينطط الكورة تنطيطين على بعض. كل اللي بيحصل من الشخص الميديوكر دي حاجة تخلي الناس متعلقة بحاجات تافهة فارغة، تخليهم عاملين زي الزرع، بس الزرع بيتساب من غير ما يتسيب، وساعتها هتلاقيه مش مهتم يعمل ايه عشان يتحرك. بقى ما خلاص هي الدنيا قفلت، خلاص مفيش باب هيقف قدامه ولا حتى سرعة الطريق. هو خلاص أخد القرار إنه لازم يفوق من كل ده، لازم يفوق من أي حاجة، يكسر حاجز الخوف، أي حاجة، يعمل أي حاجة كان رافضها في الأول. شايف لي كل يوم انا اللي بسرق شركة. هو دلوقتي خلاص بقى جاهز يعملها. هو أول ما يفوق نفسه من كل القيود دي هيلاقي في وشه تحرير تاني محتاج يفوقه من كل اللي هو فيه، من الشبورة اللي مش مخليها شايفة حاجة. انا ما شفتكوش انتوا فجأة، قصدي الشبورة اللي ما كنتش شايفة. مش شايفة الكذب، مش شايفة الخداع اللي هي فيه، مش شايفة إنها بيضحك عليها. يفوقها من الشخص اللي مفهمها إنه كويس، يخليها فرحانة بدل الحزن، يأكد لها إنها ليه مش لحد تاني، هي ليه لأنها الوطن اللي هو بيعشقه. هو هيفضل معاها هو اللي يضحي ويعمل كتير عشانها، لأنها مش هتلاقي حد يضحي عشانها، مش هتلاقي حد تاني عاوز يساعدها. وهي لما تقع بسبب كل ده هي محتاجة تعب كتير منه. هو تحرره هو كان متعب، فإنه يقدر يفوقها هي هيكون أصعب بكتير. انت عملت فيا ايه؟ يعني هكون عملت ايه؟ اديتك 3 4 35 حبايه من الدواء بتاعك ده انت كنت عامله حته دماغ. لأنه لازم الأول يثبت لها إنه قادر يحررها ويغير كل حاجة، يكسر بيها الحواجز حتى لو هي شايفة إنه بيغصب عليها. هو عاوز مصلحتها أو عايز ينقذها، بس هي مصرة تكون في شبورتها، عاوزة تفضل في حالة الإنكار. لا معرفه يا باشا. لا حضرتك انا ما اعرفهمش، انا لسه خابطه الاستاذ اللي ورا ده وهروح اوديه من المستشفى، وبعدين انا غصب عني عشان كان في شبوره جامده جدا. مهما كان السبب والمصيبة اللي موجودة، مهما شافتها بعينها، هي لسه معمية على الحقيقة، لسه مصرة إن اللي عايز يساعدها هو اللي غلطان، مع إنه بياخد بإيديها لغاية النور. مش هو اللي رافع عليها مسدس، هو اللي بيمسك إيديها، هو اللي خايف عليها، هو اللي خايف عليها تتعور حتى. هو في كل لحظة موجود عشانها. بس الفلوس هتعجز معانا شويه. بس انت قلت لك ما تحمليش هم، هتتدبر. لما ليه ان اللي بيحصل منه من محاولات عشان يفوقها من اللي هي فيه مش نافع، كان لازم الصدمة. الزمها ازاي؟ طيب لو انت مثلا نايم وحد عايز يصحيك وانت مش راضي تصحى، الشخص التاني بيجيب شوية مية ويحطهم على وشك. بالظبط ده بالظبط اللي حسن عمل. الضرب مش نافع معاها، انه يوريها الحياة مش نافع معاها، فما كانش قدامه غير حل واحد، الا وهو انه يغسلها في النيل، يغسلها من كل الغشاوة اللي هي فيها، يخليها تغوص في المية اللي هو ما كانش راضي يستخدمها في الاول عشان عارف انها صدمة كبيرة عليها. مفيش حته اغسل فيها وشي؟ في طبعا، هتغسلي وشك ان شاء الله وانت نازله تحت في الريسبشن. بس للأسف ما كانش قدامه أي حل تاني عشان يفوقها، وخلاص سحب منها كل السموم. هي خلاص جاهزة، هي دلوقتي تقدم له المساعدة لما يحتاجها. بس للأسف هي شكلها محتاجة حدث أكبر عشان تفوق، لأن حتى لغاية دلوقتي مش عارفة تختار.
روح اختاري ولو لمره واحده في حياتك راجل صح. يعمل ايه تاني عشانها؟ انت نسيت انا قلت لك ايه في اول الفيديو؟ الفيلم الذي تنبأ بالثورة. مفيش حل، المية اللي افتكر انه فوقها بيها خلاص لسه محتاجة تاني. ادي كلمة قلتها لكم، باقي كلمة صنتها لكم في الضلوع من دنيا ظلمة، كنت خايف يلمعوها يقتلوها في سكة ضلمة. على فكرة هو كان فاهم ان الحل في الثورة من زمان، بس ما كانش قادر ياخد القرار. هو اتأخر كتير، محاولاته كانت كبيرة بس برضه ما كانتش كفاية. كان لازم يعني الخطر يقرب منك وتتضرب بالقلم عشان تعرف ترد. كل اللي انت فيه وكل اللي كان بيحصل كان لازم يحصل ليك. الدنيا اتلخبطت عليك عشان تقوم وترد. حتى لو اللخبطة حصلت وفكرت نفسك فقت واكتشفت ان عمرك ما فقت. انت عمرك ما كنت انت غير في اللحظة دي. بس المسامح كريم وانا مش كريم. دي اطهر لحظة في حياتك ومحاولتك بانك تفوق، ودي اكتر لحظة كنت فايق فيها. هو الحل عندك انت، مش لازم تستنى حد يقدمهولك، فاعمله. وبس كده اكون انا خلصت. لو عندك اي حاجة في الفيلم تاني عاوز نتكلم فيها في الكومنتات تحت نتخانق براحتك. عندك فيلم تاني حابب نتكلم فيه او فكرة تانية برضو الكومنتات تحت. يا اصدقاء لا تنسوا اخوانا من صالح الدعاء، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، ولو عايز تسمعني تاني في فيديوهات قديمة وفي جديد لسه ينزل اعمل اشتراك. سلام.